تكاليف ومن غير اي حاجه، من البيت كل حاجه. ادي كوبايه حليب اهي، اللهم صل على النبي. كوبايه حليب، كوبايه ميه، كمان كوبايه ميه، كوبايتين ميه وكوبايه حليب بالصلاه على حضره النبي. كوبايه زيت اهي، نصها سمنه ونصها زيت. كوبايتين ميه دافيه، كوبايه حليب وكوبايه زيت بسمنه، معلقه صلصه اهي، اللهم صل على النبي. 4 معالق سكر، عشان النص كيلو له معلقتين اهو كده 4. وطبعا البقول الخميري بيجي ايه معلقه اهي، بقول خميري. ومعلقه بودر، عشان اللي تعمل وراي تبقى ايه تقول الوليه دي صادقه في عميل. بالصلاه على حضره النبي اهي، صلى على النبي. ونطرة ملح اهي، ده كده ملح. كوبايتين ميه، كوبايه زيت، كوبايه حليب، 4 معالق سكر، ومعلقتين خميره، ومعلقه بودر، ونطرة ملح، ومعلقه صلصه اهو. ودي الكيلو الدقيق اهو، وزنين عشان اللي تعمل ورانا تبقى ايه عارفه اهو. يلا اللهم صل على حضره النبي. اصلح ما بين ايدينا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه اوليه الله اهو، بالصلاه على النبي. يا دوب بتلف اهو، ولا بعوز اي حاجه بعد كده اهو. حاجه زي السندوتشات كده اهي. بتاعتي دي كيلو دقيق، ليه 4 معالق سكر، ومعلقتين خميره كبار، نص كوبايه زيت، 4 معالق سكر، ونص كوبايه زيت، اللهم صل على النبي، ومعلقه صلصه، ومعلقه بودر عشان اللي يعمل وراي هيلاقيه مظبوط اهو يا حبايبي. ده البريل بتاع الفران اللي بيعملوه، عيش الفران عسله. اللهم صل على النبي. انا عجنت وسهور مش هان، عملت 3 فترات، وعجن ده كيلو دقيق مطلوب مننا، كنا عملناها ونزلناها على الصفحه قبل كده، وعملناها دلوقتي مطلوب اهو. فعملنا هو والفطير رايح لناس يعني. حاجه بوريكم اهوت المقادير وكل حاجه، واللي تعمل وراي هتدعي لي. دي بقى بتحشي جبنه اهو، عايزه تحشيه جبنه براحتك، عايزه تحشيه عجوه براحتك، اللي انت واقف فيه اي تبع ما انت عايزاه. نحط فيها الجبنه ونقفلها كده اهي عشان ما تتفتحش، ولسه هتندهن سمسم. معلقه قشطه كده ويتحط عليها سمسم. خلاص خلاص حبيبه. بص حبيبه الصيح. طبعا انا كنت بره يا جماعه، وجيت لقيت امي عاجنه وقطعت العيش الجميل اللي انتم شايفينه ده. هو ده مش عيش عامه، هي دي حاجه طريه كده بتاعت الفران، بريك الافران، جميل جدا. تحشوه جبنه، تحشوه عجوه، تحشوه ملبن، حسب ما انتوا عايزين تحشوه يا جماعه. طبعا ده مطلوب مننا النهارده اوردر مع الفطير اللي اتعمل. انا كنت بره وجيت لقيت امي بقى بسم الله ما شاء الله، ما هيش عارفه تمسك التليفون ولا تصور ولا تشغله ولا اي حاجه. هي كل اللي هي في دماغها ان انا هشتغل في اي حاجه، وسر ما تيجي هي تبقى هي تصور يعني. بس انا حبيت ان انا اصور الحاجات الجميله التحفه اللي انتوا شايفينها ديت عشان تشوفوها. انما انا مش موجوده من اول الخطوات، لو انا موجوده كنت هنعجن في العجان زي كل مره.
وكنا هنصور زي كل مره. انا عملته كم مره على الصفحه يا جماعه ونزلته والله دهوت، بس طعمه جميل وتحفه. مطلوب كمان ننزل على الصفحه. يعني ناس معرفه كده قالوا يا ساره دوجنا الحاجات الجميله دي. كل ما نعمل حاجه لحد سوا فطير سوا اي حاجه مهما كان، قالوا يا ساره اي حاجه تعملها عايزين ندوق عايزين ندوق. اهي طبعا هي قطعته قطعه زي ما انتم شايفين. انا بقول لها صغريه قالت لا كده حلو، المفروض يبقى صغير شويه، بس هو كده كده بتباع بالكيلو، سوا كبير بتباع بالكيلو سوا صغير بتباع بالكيلو. شفتوا بسم الله ما شاء الله. انا مش بعرف اعمل حاجه الصغير. هي سندوتشه حلوه. بتقول عليها سندوتش يا جماعه. بتقول عليها سندوتش. انا مش بعرف اعمل حاجه الصغيره ابدا. هي طعم الجبنه طعمها جميل وتحفه، احنا جربناها لنا احنا، طعم الجبنه جميله جدا. وطبعا الناس المعرفه بتاعه احنا مع حبايبنا لما بيطلبوا مننا حاجه خلاص مش ندوقهم اللي هم عايزينه، رغم اللي هي حاجتها سهله يعني ممكن اي واحده تعملها في البيت، بس هم عايزين ياكلوا من ايدينا يا جماعه. خفيفه وظريفه كده. قالوا يا سهير بس احنا يعني ايه في سمنه بلدي كده بضيف حته سمنه بلدي فيها يا جماعه، تبقى طعمها جميل وتحفه. عامه الاكلات اللي بتتعمل بالسمنه البلدي بتبقى طعمها حلو عامه يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا امي دهنت الصينيه وبدت اللي هي ايه ترص قطعه فرح قطعه كده عشان ما وتسيبها تترفع شويه، اهم حاجه الرفعان. وبعد كده بقى نشغل الفرن ونسويه. النار مش تبقى عاليه زياده عن اللزوم ولا واطيه زياده عن اللزوم، في الوسط يا جماعه، ويجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل عليه. جبنا طبعا السمسم برضو جهزته هنحطه على وشه دلوقتي وهنظبط الاداء كده. بس بسم الله ما شاء الله هي حاجه جميله جدا ولقمه طريه ويجعلها بالهنا والعافيه. شفت عامل ازاي؟ لبن وفانيليا. دي لبن اهو فانيليا وحته زبده، حته زبده من الصفرة دي عشان تخلي وشه طري، تخلي وشه طري وحلو كده. دي زبده صفرة. يعني طبعا هي دهنت الصينيتين دوكهم برضو، وديت داخل صينيه تديها لون كده عشان تبقى طريه، اللي ياكل حاجه يلاقي ديت طريه كده. الزبده بتخليها حلو. الزبده دي سمسمه اهوت يا جماعه، يدي لون بس كده مش اكتر. ندهن كل هيته وتحط عليه السمسمه، هنسيبه شويه وبعدين بقى ايه نسويه، بس بيبقى جميل جدا وطعمه حكايه. بسم الله ما شاء الله. يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منه. الف هنا. الف هنا وعافيه. طبعا عملنا اهوت البريك بتاع الفران. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لما استوى شكله جميل وتحفه. اللهم صل على حضره النبي. هي حاجه طريه كده يا جماعه، مطلوب مننا لحبايبنا اصحابنا واخواتنا. قالوا ساره عايزين زي ما انت بتعملي بالظبط نفس المقادير ونفس الحاجه الجميله الطريه ديت. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. شوفوا السوا ما خدش وقت خالص، بطريقه سهله وبسيطه. وطبعا كنا عاملين برضو 3 فطيرات بعد ما خلصناه، برضو مطلوبين اوردر لناس. المهم انا جملت ده مع دي يا جماعه، يعني ايه خدت يعني ده. شوفوا منظر الحاجه الجميله التحفه دي ازاي. بسم الله ما شاء الله. شوفوا طري وهش وجميل، بجبنه بعجوه حسب ما انتوا عايزين. المهم المقادير مظبوطه 100%. اللي عايز يجرب ده يا جماعه يمشي على الخطوات اللي احنا بنعملها ده على طول، مش هتندموا تاني ابدا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا طري وجميل وتحفه ازاي اهو. دي بقى دي الجبنه هيت فيها برضو، وحسب ما انتوا عايزين عامه، حسب ما انتوا عايزين الجبنه اي حاجه مهما كان براحتكم. وادي برضو الفطير اللي احنا عاملينه بالسمنه البلدي والقشطه. اللهم صل على حضره النبي. شوفوا جبه ازاي في الفرن وشكلها جميل وتحفه. طبعا هم خبزته الاول كده وبعدين نزلت بقى عند الفرن، ما رضيتش ايه اللي هي تخبز عند الفرن يا جماعه. اللهم صل على حضره النبي. شفتوا اهو. كانت صاحبه بقى الفطيره دي قاعده يا دوبك امي طلعتها من هنا وقامت جايه واخدها على طول ومشي. انما الاتنين التانيين لما سوتهم حطيتهم جنب بعض بقى كده ايه لما يجي صاحبتهم برضو التانية ديت تاخدهم. هي عايزه واحده صغيره وواحده كبيره، واللي ديكي كانت واحده كبيره. بسم الله ما شاء الله اهو. شفتوا عامله ازاي جميله جدا. شفتوا جبه وشكلها جميل وتحفه. اللهم صل على حضره النبي.
ما خدتش اي وقت خالص، خلصنا بدري بدري وجوا اصحابهم خدوها، واحلى مع احلى اوردر النهارده بطريقه سهله وبسيطه يا جماعه. اهو انا كنت بقول لهم كفايه اللون ده حلو، قالت لا نسيبها شويه تتلدن شويه في الفرن عشان ايه تاخد اللون المظبوط، عشان مش امي اصلا ما بتحبهاش تطلع بيضه كده يا جماعه. قلت لها طب ما كده جميل، قالت كده حلو، هي عجبها اللون ده، لون ذهبي جميل كده هاديه خالص، قالت حلوه كده يا سوير. طبعا الصغيره دي اللي كانت تحفه كمان، صغيره خالص كده على قد الصينيه وشكلها جميل وتحفه، شو عامله ازاي، صغيره جميله خالص. الله عسل، بسم الله ما شاء الله. كان بقى الفطير برضو اجوا اصحابه خدوه، احلى عمايل الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه.